جيمس بوند دانيال كريج. السلسلة دي مكونة من 5 أجزاء مش 4، بس دايما في جزء بيتنسي. بس هو يعني جيمس بوند إيه غير بدل شيك وأسلحة روشة وبنت جميلة معاه. يمكن دانيال كريج هو من أكتر الممثلين الأيكونيك اللي عملوا دور جيمس بوند، وأجزاء سلسلته بتبدأ مع كازينو رويال، واحد من أفضل أفلام جيمس بوند بكل نسخه تقريبا. تاني جزء بقى واللي دايما بيتنسي هو كوانتوم اوف سولس. هو مش بروعة باقي الأجزاء بس يتشاف يعني، وعشان كده هو بيتنسي. تالت جزء وهو سكاي فول، وهو أعظم جزء في سلسلة دانيال كريج كلها. والرابع سبكتر، وده اللي هيظهر فيه الشرير اللي هيربط كل الأحداث اللي حصلت لجيمس بوند مع بعض، والخيوط كلها هتتجمع في الجزء ده. والجزء الخامس والأخير هو نو تايم تو داي، وده الجزء اللي كان متكروت شويتين عشان اتقفل فيه الخيط بتاع سبكتر وتقدم لنا فيه شرير جديد، فكانت قفلة متسرعة وغريبة جدا للسلسلة، بس يظل هو جزء كويس ويتشاف. ودانيال كريج وسلسلته يعتبروا من أنجح سلاسل جيمس بوند اللي اتعملت في التاريخ، لأنها أخدت 3 أوسكارز، والثلاثة كانوا جايزة أفضل أغنية أصلية، يعني سكاي فول بتاعت أديل، ورايتنج أون ذا وول بتاعت المتني سام سميث، ونو تايم تو داي بتاعت بيلي ايليش. انا بصراحه بحب السلسله دي جدا، وريكومندد ان انت تعمل لها ريواتش لو شفتها قبل كده. كده تكون عرفت